فأحيانا يكون العمل قبيح والتبرير أقبح. وأنا أذكر أن يوما من الأيام كنت أختبر الطلاب في القرآن في إحدى الكليات، فجاء عندي طالب وقلت له اقرأ القارعة. قرأ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يا الله. قلت له كالفراش؟ قال نعم. قلت وش معناه؟ قال ان ربي يصفهم حتى ترقد على رؤوسهم، يصير كأنهم فراش. قلت والله أصعب من القراءة التفسير. يعني تفسيرك أصعب من القراءة. هو يقرأ ويبرر. أي نعم. واحد يقرأ من الشباب عاد الصغيرين اللي يدخلون في المعاهد العلمية، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. قال له المدرس ليش وهو يعظه؟ قال يبي يفهم يا شيخ، يبي يفهم. حريص عليه. اي حريص عليه عشان يفهم. فهذه من المشاكل. بعض الناس يغلط ويفسر غلط، ما يعترف ويبرر غلطه. فهمت ولا لا؟ هذه من يعني على ما قالوا يجمع حشف وسوى كيل. وسوء كيل. نسأل الله العافية والسلام.